تفاصيل صادمة ومفاجئة بخصوص فشل انتقال اللاعب المغربي لفأكرد من مارسيليا إلى صفوف فريق إسباني. مدرب المغرب محمد وهبي يحدد إعلان موعد لائحة المنتخب المغربي لمواجهة الغابون وليسوتو في تصفية كأس إفريقيا. تعطلت صفقة انتقال اللاعب الدولي المغربي لفأكرد من أولمبيك مارسيليا إلى ريال سوسيداد الإسبانية في الساعات الأخيرة رغم اتفاق الناديين الإسباني والفرنسي بشأن عقود المدافع المغربي والانضمام إلى صفوفها. وكانت المفاوضات تسير نحو الانتقال أكرد إلى ريال سوسيداد على سبيل الإعارة مع خيار الشراء بعدما سبق للمدافع المغربي أن دافع عن ألوان قميص الفريق الإسباني خلال موسم 2024-2025 حين لعب معارا إلى صفوفه من نادي ويست هام يونايتد الإنجليزي، غير أن الصفقة اصطدمت بعقبات في الفحص الطبي الذي خضع له اللاعب. أفادت تقارير إسبانيا بأن الطاقم الطبي لريال سوسيداد لم يقتنع بالشكل الكامل بالجاهزية البدنية لنيف أكرد، خصوصا في ظل عودته للحديث عن إصابة على مستوى المنطقة العانى خضع بسببها لعملية جراحية في مارس الماضي. وكان من المنتظر أن ينتقل نيف أكرد إلى نادي الباسيكي مقابل 4 ملايين يورو كتكلفة للإعارة مع خيار الشراء محددة في 11 مليون يورو في صفقة كانت ستمنح الفرصة لاستعادة أجواء الدوري الإسباني الذي سبق أن تألق فيه بقميص ريال سوسيداد. وما يزال المدافع المغربي في مراحل الأخيرة من التعافي بعدما غاب عن نهائيات كأس العالم 2026 بسبب الإصابة التي تعرض لها قبل البطولة، وتبقى وضعيته محاطة باهتمام كبير بالنظر إلى قيمته داخل المنتخب المغربي. حسم الناخب الوطني محمد وهبي موعد الكشف عن اللائحة الجديدة للمنتخب المغربي استعدادا للاستحقاقات المقبلة، حيث سيعلن محمد وهبي عن قائمة أسود الأطلس يوم 17 شتنبر المقبل، في انتظار تحديد ما إذا كان الإعلان سيتم خلال الندوات الصحفية أم عبر البلاغ الرسمي. وتأتي هذه اللائحة في بداية مرحلة جديدة تحت قيادة المدرب المغربي الذي يسعى إلى دخل دماء جديدة داخل المنتخب، ومن المنتظر أن تعرف القائمة بعض الغيابات المهمة في مقدمتها الدولي المغربي عبد الصمد الزازولي. غياب اللاعب ريال بيتيس يأتي بسبب وضعه الصحي بعدما عانى من إصابات في الركبة أبعدته عن نهائيات كأس العالم 2026. وهبي فضل عدم المجازفة باستدعائه خلال المعسكر المقبل تفاديا لأي انتكاسة قد تؤخر عودته بشكل كامل، كما ستشهد اللائحة غياب اسمين بارزين آخرين، ويتعلق الأمر بأشرف حكيمي وإسماعيل السيباري بسبب العقوبة المرتبطة بالأحداث التي رافقت نهائي كأس إفريقيا ضد السنغال يوم 18 يناير الماضي. غياب أشرف حكيمي وإسماعيل السيباري سيحرم وهبي من عنصرين مهمين في بداية مشوارهما مع المنتخب المغربي، لكن في المقابل قد تكون هذه الوضعية فرصة أمام أسماء جديدة لإثبات نفسها والحصول على مكان داخل المجموعة. هذا ويتماشى مع رغبة وهبي في منح الفرص لبعض المواهب وإعادة ترتيب تركيبة المنتخب خلال المرحلة المقبلة. سيبدأ المنتخب المغربي مشواره في تصفية كأس إفريقيا بمواجهة الغابون يوم 25 شتنبر المقبل، وستقام المباراة بالمجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط في مواجهة ينتظر أن تكون مهمة للمدرب الجديد. أما المباراة الثانية أمام ليسوتو فلا يزال موعد والمكان الإجراء قيد التحديد، وكان المنتخب المغربي أو منتخب ليسوتو قد تقدم بطلب لإجراء المباراة في المغرب، وهو ما قد يمنح الأسود أفضلية إضافية في حالة تمت موافقة عليها. وهبي سيكون مطالبا بتحقيق بداية قوية، خصوصا أن الجماهير ستراقب خياراته وأسماء جديدة باهتمام كبير للمرحلة المقبلة قد تحمل تغيرات واضحة في المنتخب المغربي الأول.